أن رغبتها في تأجيل إقامة مواجهة الفريق أمام التعاون ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. الفريق الفتحاوي راح يشارك في بطولة كأس الأندية العربية، يلعب أمام فريق الجهراء الكويتي. ستقام هذه المباراة يوم الثلاثاء المقبل في دولة الكويت، وراح يلعب أيضا مباراته أمام التعاون في الجولة السادسة يوم الجمعة. هذا قرار الذي رفعت إدارة الفتح إلى اتحاد كرة القدم السعودي، رفضها مساء هذا اليوم وقبل طلب الفريق الأهلاوي مساء الأمس. أنا بالنسبة لي ما عندي تعليق حول هذا الموضوع، لأنه أنا أشوف هذا القرار وهذا يشارك في مهمة وطنية، وأيضا الأهلي يشارك والاتحاد في مهمة وطنية. لكن خليني أخذ اتصال معي الأستاذ أحمد الراشد، المشرف العام على فريق كرة القدم في نادي الفتح. حياك الله أستاذ أحمد. الله يحييك أخوي عبد الله، أهلا وسهلا. الله يعافيك. كيف تفسر بداية قرار الرفض من اتحاد كرة القدم لطلب الفتح؟ هذا القرار كان متوقع بالنسبة لكم في إدارة نادي الفتح؟ والله أول شيء كان في طلب في البداية من فترة اللي هو تقديم موعد المباراة 24 ساعة، وجاء بموافقة أشقاء نادي التعاون. هذا الطلب طبعا رفض من دون ذكر أي أسباب. تقبلنا بصدر رحب، وكنا عارفين الأسباب لأن طلع الأخ فهد مسيبيح وصرح في إحدى الصحف وذكر أنه والله يعني حفاظا على برنامج الدوري وجدول المباريات والأمور هذه، فتقبلنا بصدر رحب لأن هذه في النهاية تخدم مصلحة الجميع والمساواة بين الأندية والعدالة. لكن فوجئنا لما أمس صار قرار باستثناء نادي الأهلي وتأجيل ديربي غربية، فتقدمنا احنا بطلب امس الى رئيس الاتحاد المؤقت الاستاذ احمد عيد، وتفاجأنا طبعا بالرفض اليوم ومن غير اي اسباب يعني غير مقنعه. ما ادري، احنا نادي الفتح رايحين نقابل نادي الجهراء في وقت ضيق جدا جدا يوم الثلاثاء القادم. انا ما اعرف هل نادي الفتح يعني يمثل الوطن ام انه يمثل جهه ثانيه. هذا شيء مستغرب وصراحه كان صدمه بالنسبه لنا. طيب انتم ليش ما رفعتوا للجنة المسابقات؟ ليش اتجهتوا لاتحاد كرة القدم؟ لا، هو في البداية هو كان الحديث مع لجنة المسابقات، هذا السابق، لكن تم الرفض وجانا من امين رفض بالموضوع هذا، كما هو الحال لنادي الاهلي، جاهم الرفض في البداية. فالنادي الاهلي كما علمتنا انهم رفعوا لرئيس الاتحاد وما اعرف ايش اللي حصل بالضبط وجاهم الموافقة. احنا نفس الحالة قدمنا رئيس الاتحاد وتم الرفض يمكن في اسرع قرار، يمكن يعني ما اخذ حتى 24 ساعه الرفض. في امر غريب جدا حقيقه. طيب استاذ احمد، اليوم ذكر بيان اتحاد كرة القدم بان الرفض جاء بناء لعدم وجود مبررات فنية ومعوقات تؤدي الى التأجيل. صحيح. طيب انا بسألك سؤال. لما طلع بيان من اتحاد القدم وذكر فيه ان تأجيل ديربي غربية لأسباب مصلحة الوطنية ونتائج وحفاظ على نتائج الفرق ومشاركاتهم الخارجية. طب هذا شيء صحيح، وبالعكس أنا مع تأجيل مباراة ديربي غربية، لكن طب هل هذا ما ينطبق على نادي الفتح اللي يشارك في بطولة خارجية؟ وهل يعني مو هذه مصلحة وطنية برضو؟ أنا أتساءل حقيقة يعني. طيب أستاذ أحمد، احنا نلعب مع النادي أشقائنا نادي التعاون في القصيم يوم الجمعة، وأرجع يوم السبت إلى الشرقية إلى الحسا، وأنت عارف ظروف الطيران، ويوم الأحد بطلع إلى الكويت، ويوم الثلاثاء مباراتي في الكويت. وأنا سمعت برضو مداخلة للأستاذ أحمد عيد في برنامج الملعب قناة السعودية الرياضية، ذكر أن ما في أي ظروف، وإحنا رأينا أن ما في أي ظروف مواصلات وهالكلام هذا. أعتقد أن تصريح الأستاذ أحمد عيد هذا، مع احترامي له وتقديري له، ما أعرف، هذا تصريح شخص ما عمل في الأندية ولا يعمل في الأندية، لأن في عندنا برامج وعندنا أمور كثيرة، لكن للأسف هذا كل ما حدث وإحنا حنتعامل مع الأمور، وللأسف يعني حسب الله ونعم الوكيل، هذا أقولها. طيب أستاذ أحمد، بصراحة أنتم كيف تنظرون لهذا الموضوع؟ يعني الفرق الثانية والأندية، يعني بغض النظر عن الأهلي والاتحاد، عندها نفوذ غير نفوذكم مثلا؟ والله ما أتكلم في موضوع نفوذ ما نفوذ، لكن أنا أستغرب من هذا القرار فقط لا غير. أبغى مبررات واضحة ومقنعة. المبررات كلها اللي طلعت
الأمانة يعني غير مقنعة بتاتا، لا لي ولا لإدارة النادي ولا للشارع الرياضي ولا لأي شخص. يعني شيء غريب الحقيقة. احنا رايحين نمثل الوطن يا جماعة الخير، يعني رايحين نمثل مين؟ أنفسنا؟ طيب الخطوة القادمة خلاص راح تقتنعون بأنه خلاص قرار الرفض غير قابل احنا للسنة؟ ثقتنا في لاعبينا وجهازنا الفني والإداري كبيرة جدا. صحيح ان مباريات جاية في وقت ضيق، لكن راح نحط ثقتنا في جهازنا الفني والإداري واللاعبين، وإن شاء الله ان نحقق نتائج إيجابية، وإن شاء الله نروح للكويت ونرجع ونحقق نقاط إيجابية ونمثل الوطن خير تمثيل، وبغض النظر عن القرارات الغريبة العجيبة. طيب أستاذ أحمد، أسألك يعني ختاما، كيف أنت شايف استعداد فريق الفتح لخوض يعني المنافسات المحلية وفي نفس الوقت عنده منافسة على المستوى الخارجي؟ والله اكيد يعني طبعا بالذات انا جاي في يعني فترات يعني متقاربه المباريات في فتره ضيقه، لكن اكيد انها يمكن صعبه شوي، لكن باذن الله الجهاز الفني والاداري على قدم مسؤوليه، وان شاء الله احنا قادرين نتجاوز هذه المرحله ونقدم صوره طيبه في البطولتين ان شاء الله. جميل. الأستاذ أحمد الراشد، المشرف العام على فريق كرة القدم في نادي الفتح، شكرا جزيلا لك لتجاوبك مع الشوط الأخير. فيصل، أبدأ